لسه محتار تلعب كام مجموعه على كل عضله؟ طب بتسال اختار الاوزان ازاي والعب كام عده؟ وايه الفرق بين 5 عدات و15 عده؟ كل الاسئله دي واكتر هنجاوب عليها في الفيديو ده. تلعب كام مجموعه على كل عضله؟ بكل بساطه انت اللي بتحدد ده. لكل شخص فينا عدد مجاميع او بمسمى علمي اكتر حجم تمرين مختلف يقدر جسمه يتطور عليه. اهم حاجه لازم تعرف ان الشده والحجم علاقه عكسيه، بيختلف على حسب الهدف ومتطلبات الرياضه اللي انت بتلعبها. طيب نلعب كام مجموعه على كل عضله؟ بكل بساطه مفيش رقم سحري، لكن في مدى مجاميع نقدر نتحرك فيه. علميا اغلب الناس بتستفيد من 10 ل 20 مجموعه في الاسبوع، يعني لو تلعب صدر مرتين في الاسبوع ممكن تتمرن 6 ل 8 مجاميع. لكن الفرق بيكون في 3 حاجات مهمين جدا: مستوى خبرتك وقدرتك على الاستشفاء وشده التمرين. طيب نيجي لاهم سؤال، واختار الاوزان ازاي؟ نطاق العدات بيختلف على حسب الهدف. لو هدفك القوه بتلعب من 3 ل 6 عدات وبتختار وزن تقيل، بس اهم حاجه تكون ظابط التكنيك. ولو هدفك الهايبرتروفي اختار وزن يخليك تعمل من 6 ل 12 عده، واخر عدتين يكونوا قريبين جدا من الفشل العضلي. ولو هدفك تحمل عضلي ممكن تعمل من 15 ل 20 عده ويمكن اكتر. لازم تاخدها قاعده، لازم تختار الوزن الصح اللي يخليك تقرب من الفشل العضلي في العدات المطلوبه. وكده نكون جاوبنا على السؤال. الفرق بين 5 و15 عده ان 5 عدات بوزن تقيل بتستهدف القوه، وال15 عده بيزود الضغط الميكانيكي والتحمل العضلي. بس الدراسات بتقول ان الزياده العضليه بتحصل لك كل ما تقرب من الفيلير، سواء في 5 او 15 عده وفي رينج عدات كبير. المهم انك توصل لدرجه اجهاد كافيه وتكون بتتمرن بشده كويسه. ونقول تاني ان الشده والحجم علاقه عكسيه، بمعنى انك ما ينفعش تلعب 20 مجموعه بشده عاليه جدا، ده يرهق جسمك ويدخلك في الاوفر تريننج. علشان كده البرامج الصح هي اللي بتوازن بين الايام الثقيله والايام اللي بتكون فيها شده عاليه والايام اللي يكون فيها حجم عالي. التمرين ملوش بروتوكول ثابت، هو عباره عن عمليه تجربه وتحسين. لازم تكون بتراقب ادائك واستشفائك، ولو بتتطور تكمل، لو تطورك بطيء لازم تراجع الاستشفاء وشده التمرين والحجم. الخلاصه اختار وزن يخليك قريب من الفشل العضلي وفي مدى العدات اللي يستهدف الهدف اللي انت عايزه، والعب حجم تمرين تقدر تتعافى منه. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي.